رحمة رياض أحمد نجمة البرنامج الجماهيري ستار أكاديمي بنسخته السابعة عبر قناة LBC اللبنانية، والتي حلت ثانيا وصلت إلى أربيل في أول محطة لها بدعوة رسمية للاحتفاء بها من قبل الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان. أول ما خلصت البرايم اجاني أهلي قالوا لي إحنا باكر رايحين أربيل. شلون؟ أنا ما صار لي 13 سنة ما رايحة العراق يعني. فقالوا لي عندنا دعوة من الحكومة كردستان، وأني لي الشرف إنه تكون دعوة من أستاذ الدكتور برهم صالح، وأوجه له الشكر إنه خلاني أزور بلدي بعد هالسنين كلها. قناة السومرية الفضائية احتفت من جانبها أيضا بالفنانة رحمة رياض أحمد، ونقل لها الإعلامي أنور الحمداني تحيات وتبريكات رئيس مجلس إدارة قناة السومرية السيد شفيق ثابت، ومدير فرع السومرية في إقليم كردستان الدكتور علي أكرم، وجميع الكادر في القناة. السيد رئيس فرع السومرية الأستاذ شفيق الياس ثابت والدكتور علي أكرم مدير فرع السومرية في كردستان العراق، ضمن كادر السومرية ككل، يؤكدون على أهمية الفن العراقي الأصيل، وبالتالي فهم عندما يحتفون بالفنانة رحمة وبعد تألقها في برنامج ستار أكاديمي في لبنان، فإنهم يحتفون بكل فنان عراقي شاب، وبالتالي فإن السومرية تؤكد دوما إنها لعراق واحد، لعراق المحبة، لعراق الفن والفنانين، الأدب والأدباء، لعراق المستقبل إن شاء الله. واجب الروح شريك يا حبيب، واجب عيني تباريك يا حبيب، واجب يا الحبك هين وهين واقرب من رمش العين. ما حد قالك يا زين، ما حد قالك يا زين، على عينك حاجب واجب. خلينا نحكم بين عما بقى بأمرين، خلينا نحكم بين عما بقى بأمرين. نسأل سؤال اثنين، نسأل سؤال اثنين، ونصير للحلالين. رحمة هي ابنة الفنان العراقي الراحل رياض أحمد، وصوتها يمثل امتدادا لصوته الكبير، مما أكسبها جمهورا واسعا في العراق ولبنان ودول الخليج العربي. السومرية كانت دائما الداعم الأكبر لرحمة، فأني خلص يعني أنا صرت أحس إنه أنا منكم وبيكم، وعلى طول أخباري راح تكون لكم. ويبقى الفنان العراقي صوتا لإحساس الشعب بجميع فئاته، وتبقى السومرية المعبر الحقيقي والداعم الإعلامي لكل فنان مبدع وملتزم. أنمار مجد، السومرية، أربيل.